أنا طالع أكلم بخصوص التنمر. ليه؟ ليه يكون واحد ربنا مديله كل حاجة حلوة ويجي يتنمر عليا أنا؟ ليه؟ ليه هو يجي يقول أنا أحسن منك في كل حاجة، أنا أفضل منك في كل حاجة، مش هتعرف تعمل الحاجة اللي أنا بعملها. طب أنت تعرف أنا عايش إزاي؟ أنت لو عشت مكاني مش هتستحمل تعيش دقيقتين أو دقيقة واحدة حتى كمان، مش هتعرف. ليه؟ ليه مثلا مراتك يجي يتريق على شكلي؟ الشكل ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى مش بإيد أنا. ليه؟ ليه مثلا أكون قاعد في وسط قعدة عشان خاطر أضحك معاهم وأهزر معاهم عشان خاطر أنسى همومي شوية، يستخدموني أنا كمادة السخرية؟ ليه؟ ليه واحد مثلا يقول لي إيه يا أحمد عملت إيه في فيديوهاتك؟ أنت وصلت لحاجة؟ لكن أنت لأ طبعا، عشان أنت موهبة تستحق الدفن. أنا لو عملت فيديوهات إيه أبقى نجم أحسن منك وأنتشر أحسن منك. انت مينفعش يا ابني تطلع على فيديوهات عشان ده مش شكل يطلع على فيديوهات. طب ليه طيب؟ ليه انا عملت ايه عشان اسمع الكلام ده كله؟ انا عملتكوا ايه؟ بالعكس، الحاجة الوحيدة اللي انا اذيتها هي نفسي عشان خاطركم انتوا، عشان انتوا اساسا متستاهلوش. يا ريت نكون رحماء على بعض شوية، كفاية تنمر، كفاية الكلمة بتأذي.